عمرك غلطت غلطة صغيرة وفجأة لقيت نفسك بتقول أنا دايما كده، أنا إنسان فاشل، أنا ما بعرفش أعمل حاجة، ما بعرفش أعمل حاجة صح. أو حد مثلا مردش على رسالتك فدماغك راح بعيد قوي وسافر كده وقال أكيد هو زعلان مني، أكيد كرهني، أكيد أنا تقيل عليه. مفاجأة إن دماغك مش دايما بيقولك الحقيقة، أحيانا بيكذب عليك وبيخليك تبدأ تكره نفسك من غير أي سبب حقيقي. النهاردة هنتكلم عن حاجة اسمها التشويه المعرفي، حاجة مهمة جدا لازم تبقى عارفها ازاي العقل بيخلق أفكار غير واقعية عننا، وازاي بيستخدم أدوات زي التعميم والتهويل واللوم الذاتي علشان يقنعك إن أنت أقل مما أنت عليه فعلا. وفي الآخر كالعادة يعني هديك الطريقة العملية لإعادة التفكير، لإعادة برمجة التفكير ده. أنا أحمد زايد وأنتوا دلوقتي بتشوفوا برنامج حلال المشاكل، ويلا بينا نبدأ. يعني إيه بقى التشويه المعرفي ده؟ تشويه معرفي ببساطة هو أخطاء في التفكير بيعملها دماغك من غير ما انت تاخد بالك. دماغك بياخد معلومة صغيرة يبدأ يلويها بقى ويكبرها أو يعممها فتطلع صورة نهائية مش حقيقية. ودي مش مشكلة نفسية كبيرة على فكرة، دي حاجة بتحصل لكل البشر بشكل عام، لكن لما بتتكرر وبتبقى عادة هنا بيبقى تبدأ تأثر عليك. وللأسف لما تأثر عليك فبتضرب في حاجات تانية زي ثقتك في نفسك، قراراتك بقى، علاقاتك، أو حتى مزاجك العام. وأخطر حاجة في الموضوع ده كله إن أنت بتصدق الفكرة المشوهة دي وتبدأ تتعامل معاها على إن هي حقيقة مطلقة، وهي فعلا ولا ليها في الوجود أي دليل حقيقي. وأشهر أنواع التشويه المعرفي هقول لك عليها دلوقتي بأمثلة يعني من الحياة. خلينا نشوف إيه هي أشهر 5 أنواع بتحصل معانا يوميا. أول واحد اللي هو التعميم، يعني أنت تاخد موقف واحد وتبدأ تعممه على حياتك كلها. كمثال غلطت مثلا في عرض تقديمي اللي هو أنا فاشل، أنا فاشل في كل حاجة. علاقة مثلا انتهت فتبدأ تقول أنا دايما بختار غلط. صاحبك مثلا نسي ميعاد كنتوا متفقين مع بعض عليها، تقول إيه، محدش مهتم بيا. في الحقيقة موقف واحد ما بيساويش نمط دائم، لكن دماغك بيحب دايما ان هو يعمم، لان ده بيوفر طاقة. فبدل ما يفكر في كل موقف لوحده فبيحط قاعدة عامة كده يمشي عليها وخلاص ويريح نفسه. تاني حاجة التهويل، يعني لما بتاخد احتمال صغير وتحوله لكارثة مؤكدة. مثال مثلا انت مثلا حسيت بصداع، اكيد عندي مرض خطير بعد الشر يعني، اتأخرت مثلا على الشغل فالناس دي هتفصلني، هو انا هخسر كل حاجة، حياتي هتنهار. مثلا حد تاني شاف رسالتك وما ردش عليك فتبدأ تتخيل ان هو اكيد زعلان، اكيد العلاقة دي خلصت. الحقيقة ان معظم السيناريوهات اللي دماغك بيرسمها مش بتحصل، لكن التفكير الكلسي بيخليك تمشي أو بيخليك تعيش الألم ده قبل ما يحصل، وأحيانا من غير ما يحصل أصلا. ماشي. تالت حاجة اللوم الذاتي المبالغ فيه، يعني إيه؟ يعني أنت بتحمل نفسك مسؤولية حاجات مش مشكلتك، أو يا عم مش في إيدك أصلا. أنت متخيل؟ تعالى نديك مثال، مثلا واحد صاحبك زعلان، أكيد أنا السبب، مديرك عصبي النهاردة، فتبدأ تفكر أكيد أنا عملت حاجة غلط. يا عم أنت ما عملتش حاجة، يا عم لا أكيد هو متعصب، أكيد أنا عملت حاجة غلط. حفلة مثلا ما نجحتش، أكيد الناس ما حبتش وجودي. يا عم ده عيد ميلاد العيال، أنت مالك أنت. الحقيقة إن مش كل حاجة ليها علاقة بيك، الناس عندهم حياتهم وضغوطاتهم ومشاكلهم، وأحيانا تصرفاتهم ملهاش أي علاقة بوجودك سواء من قريب أو من بعيد بشكل عام. رابع حاجة قراءة الأفكار، المصيبة دي. يعني تفترض إن أنت عارف الناس بتفكر في إيه من غير ما أنت تسأل. عالم. مثال مثلا حد مثلا ما بصش ليك في القعدة، فأنت تبص كده أكيد مش طايقني. يعني ما فيش حاجة. صاحبك مثلا رد عليك ببرود، الواد ده زهق مني خلاص. مديرك مثلا معلقش على شغلك مثلا، الراجل ده أكيد شايف الشغل ده وحش. الحقيقة بقى إن إحنا مش بنقرا الأفكار بتاعت الناس،
والناس ممكن يكونوا مشغولين أو تعبانين أو يعني مفكروش في الموضوع أصلا زي ما احنا ما نتخيل مثلا. خامس حاجة التصفية السلبية. يعني ايه التصفية السلبية؟ يعني تركز على حاجة وحشة وتبدأ تتجاهل كل الحاجات الحلوة. مثلا انت عملت 10 حاجات حلوة وغلطت في واحدة بس، فتبدأ طول الوقت مركز مع الحاجة الغلط دي. حد مدحك في 5 حاجات وانتقدك في حاجة، فتسيب ال5 حاجات الحلوين وتفضل تفكر في الانتقاد ده بس. يومك كان كويس جدا ولكن حصل موقف محرج ما فتقول يومي كان وحش قوي. يا ابني احمد ربنا، الحقيقة ان الحياة فيها حلو وفيها وحش، لكن دماغك لو اتعود ان هو يصفي ويشوف الوحش بس هتعيش في احباط مستمر طول الوقت. طيب ايه هي طريقة اعادة برمجة التفكير؟ الخطوات العملية بقى اللي بتجيب من الاخر. خلي بالك ان التشويه المعرفي مش حكم نهائي، ممكن تتدرب على تصحيحه. انا اقول لك 4 خطوات دلوقتي انت ازاي تتدرب على الكلام ده. اول حاجة امسك الفكرة مشوهة. ماشي. اول لما تحس بمشاعر ما كده، مشاعر سلبية قوية مثلا حزن او قلق او غضب، اقف. يعني اسأل نفسك كده، ايه الفكرة اللي جت في دماغي دلوقتي دي؟ جاية منين؟ اكتبها بالحرف. اكتب مثلا انا فاشل، محدش بيحبني، انا اكيد هفشل، انا بالنسبة لي موضوع فيه كذا كذا كذا. تاني خطوة، سمي نوع التشويه. اللي هو اسأل نفسك الفكرة دي واقعة تحت انهي نوع؟ تعميم؟ طب هي تهويل، ولا هي لوم ذاتي، ولا هي قراءة أفكار؟ ال4 حاجات اللي احنا بنقول عليهم، وزود عليهم التصفية السلبية اللي هم هيبقوا 5. تمام كده. مجرد ما تسمي نوع الفكرة دي، انت الفكرة دي لوحدها بتفقد جزء من قوتها، لأن انت بقيت شايفها كخطأ في التفكير مش كحقيقة. تمام. تالت خطوة، اسأل 3 أسئلة هتكسر التشويه ده كله. ايه الدليل على ان الفكرة دي صح، او ان هي مش احساس؟ دي هي دليل فعلي. لو صاحبي قال لي نفس الفكرة عن نفسي، انا هقول له ايه؟ غالبا هتكون ارحم معاه منك انت مع نفسك يعني. التفسير التاني اللي ممكن يكون صح ايه بدل السيناريو الأسوأ؟ تعالى ناخد مثال عشان الكلام كده بيتوه. فكرة مثلا أنا فاشل، يعني أنا اتأخرت النهاردة. ماشي. إيه الدليل؟ إيه هو؟ أنا اتأخرت مرة. لو صاحبي قال كده أنا هقول له إيه؟ عادي، اتأخرت مرة مش معناها إنك فاشل. صح. التفسير التاني هو أنا اتأخرت بسبب زحمة مثلا أو أي ظرف تاني، ده مش فشل، ده موقف. الخطوة الرابعة، اكتب الفكرة المصححة بعد ما تكسر التشويه. اكتب البديل الواقعي والرحيم. بدل ما تكتب أنا دايما بفشل، قول أنا بغلط أحيانا ودي حاجة طبيعية، أنا بشر في الآخر. بدل من إن محدش بيحبني، اكتب في ناس بتحبني وفي ناس مش مهتمة، وده طبيعي، مفيش حد الناس كلها تحبه. بدل أنا هفشل أكيد، مفيش حاجة مؤكدة إن أنا هفشل وأنا هعمل اللي عليا. هديك تمرين اليومي بسيط ده هياخد دقيقتين بس. كل يوم قبل ما تنام اكتب أول حاجة فكرة سلبية جاتلك في دماغك النهاردة. ماشي. تاني حاجة إيه هو نوع التشويه اللي هم ال5 حاجات اللي احنا اتكلمنا عليهم. تالت حاجة اكتب الفكرة اللي هي انت صححتها عن نفسك. مع الوقت دماغك هيتعلم تلقائيا ان هو يصلح لنفسه، وهتلاقي نفسك بتلاحظ ان الافكار المشوهة وهي بتحصل، ما يعني بتحصل في وقتها مش بتحصل بعدها بساعات. تمام. ففي الاخر دماغك فعلا مش عدوك، بس هو محتاج تدريب. التشويهات المعرفية عادة مكتسبة، ومعنى ان هي مكتسبة يعني ان هي قابلة فعلا للتغيير. اكتب لي في التعليقات تحت ايه هي اكتر نوع تشويه معرفي بيحصل معاك، تعميم ولا تهويل ولا لوم ذاتي. وفي الحلقة دي، ولو الحلقة دي يعني فادتك، اسف لو الحلقة دي فادتك، شفت انا ما بلومتش نفسي ان انا غلطت، عادي اهو. لو الحلقة دي فادتك اعمل لايك واشترك وفعل الجرس، وخلينا نشوف الحلقة الجاية ان شاء الله تبقى عن ايه، واشوفك على خير ان شاء الله. السلام عليكم.